عند سماعك لهذا الفيديو لا تصنفني كما تريد أو حسب هواك. قد لا نتفق في أمور كثيرة. الاختلاف رحمة. أكيد أنك تعرفهم، أولئك الذين نسميهم اليوم بالتافهين. بمجرد رؤيتك لهم إلا وتقول ما هذا الهراء بحرف الخاء، لكن تتابع أخبارهم رغم كرهك لهم، تسبهم أمام الملأ وفي مواقع التواصل الاجتماعي، لكن رغم ذلك تتتبع جميع أخبارهم، ترفضهم مبادئك وأخلاقك، لكن يداك وعيناك تلتقط تفاهتهم حسب مفهومك ومنظورك. ألم تسأل نفسك لماذا؟ ما الذي يقع لك ولنا؟ أجيبك: لقد فرضوا أنفسهم كنموذج رغم عدم قبولك لهم. وتعلم يا صديقي أن عقلك وعقول كثير مستعد لتقبل التفاهة، فإذا كان المثل يقول التكرار يعلم الشطار، هنا أقول لك تكرار تفاهتهم يوميا يجعلك تقبلهم وأنت كاره لهم، تقبل وجود تفاهتهم في حياتك، فتقبلك لهم هو عامل نفسي تتدخل فيه حواسك. قد لا تتفق معي، لكن أصدمك، نعم تقبلهم لأنهم يشتغلون على تفاهتهم بطرق علمية قد تحير فيها. هل تعتقد أن نماذج كثيرة هي صدفة خالصة؟ لا، قد تكون صدفة عند انطلاقها، لكن اليوم الصدفة أصبحت مدروسة، بحيث أن يفرضوا أنفسهم في وقت قياسي كهذا ليس بالصدفة، ولكن نتيجة اشتغالهم على تفاهتهم بشكل معين حتى يقدموها بذلك الشكل الذي يريده متتبعيهم. نعم، متتبعيهم، ولهم قاعدة جماهيرية تنتظرهم بشغف وما سيبدعون. قد تراني أنا كذلك في هذا الفيديو أتكلم بتفاهة، لكن شغل عقلك لمدة. لماذا استطاع أشخاص مثل هؤلاء أن يكونوا قاعدة جماهيرية كبيرة في وقت وجيز؟ لأنه زمن التفاهة بامتياز، ولأنك لا تشتغل كما يشتغلون، تجيد فقط الانتقاد وتعتقد أنك محور الكون، في حين أنك لا تنتج أي شيء. ننتج النقد من أجل النقد. نعم، نحن جميعا ننتج النقد فقط من أجل النقد، لتظهر للآخرين أو أظهر أنا للآخرين على أنني موجود، في حين أنهم ينتجون أشياء رغم كونك تراها تفاهة، لكن ينتجون. أليست رعونة عندما لا تستطيع أن تقدم نموذجا ينافس سلطة التافهين؟ رعونة عندما ترفض أشخاصا وترفض مبادئهم، ولكن تتتبع أخبارهم خفية. لن أنتقد من أصبح معجبا بالتفاهة لحد الثمالة، لأن الشائع الأذواق لا تناقش، لكن من أنتقد هم من ركنوا إلى الجانب ويصدعون رؤوسنا بأحدث أساليب الانتقاد والسب والشتم فقط ليفرغوا ذلك الرفض الباطني. رعونة كبرى أن تتخذ الحياد فقط لأنك لن تستطيع أو لا تستطيع أن توقف هذا الطوفان الذي جرف معه كل مبادئ وقيم الحياة. هم استطاعوا أن يبدعوا في التفاهة، وأنت لا تستطيع أن تبدع في المعقول أو سمه كما شئت. هم عقلهم يشتغل فيما يعرفونه، وأنت تشغل عقلك فقط في الانتقاد السلبي. لا تعتقد أنك غير قادر، أنت قادر على مواجهة التفاهة إن أردت، بأن تستعمل تلك الطاقة التي تضيعها في الرفض وعدم القبول وتوجيهها لإنتاج فكر مضاد، فكر بناء وخلاق يجعل ذلك التوازن الذي نحتاجه اليوم في حياتنا. وهناك من يعمل على إنتاج فكر بناء وخلاق، لكن للأسف
لا يصل إلى الناس، لأنك ومعظم الناس منشغلون في تتبع التافهين، وتنسى من يعمل ليل نهار على نشر سلطة الفكر والأخلاق في الوقت الذي يحتاج منك دعمه. تدعم تافها دون أن تشعر. يا صديقي، للأسف إنه زمن التفاهة، وأنت من تعطي للتافهين سلطتهم بأن يجعلوك عبدا لسلطتهم. فلا تنتقد، لأنك مصدر قوتهم وإلهامهم. أنت من تزيد في شهرتهم وتمكنهم منك ومن أجيال قادمة. وقد أكون أنا كذلك في هذا الفيديو تافها، وقد تعجبك كلماتي وكتاباتي، فأكون في عقلك سلطة لا تقدر على التخلص منها، فقط لأن تفاهاتي تعجبك أو توافق جانبا من جوانب شخصيتك. احذر يا صديقي ويا صديقتي، شغل عقلك، فأكثرنا أصبح مجرد مستقبل لأي شيء، لا يفكر، لا يحلل، يريد فقط أن يكون أرعنا كالباقين. لا تكن تافها ولا أرعنا، كن نموذجا لمن حولك، وكفانا تفاهة. هنا يقول كارلوس طافون: لن يفنى العالم بسبب قنبلة نووية كما تقول الصحف، بل بسبب الابتذال والإفراط في التفاهة التي ستحول العالم إلى نكتة سخيفة. محبتي، شكرا لاستماعكم.